الزمالك العظيم اللي كان موجود في استاد القاهرة في نهائي كاس مصر، بالاخص الوايت نايتس، على اللي عملوه مع عبد الشافي. عبد الشافي ما كانش عارف او مقدر جمهور الزمالك بيحبه قوي كده. عبد الشافي في نفس اليوم ده بعت لي بالليل، قال لي انا بشكرك اللي انت وديتني عند جمهور الزمالك، لان هو حس فعلا الناس بتحبه وبتقدره قد ايه. انا بالنسبه لي عبد الشافي اعظم حد دخل اوضه نادي الزمالك بالنسبه لي انا، يعني حد كان يستاهل اكتر من كده. فانا بشكر الجمهور اللي هو حسسه بقيمته وهو بيبطل. عبد الشافي لو قعدت اتكلم من هنا مليون سنه مش هقدر اديله حقه. عبد الشافي ياما ضحى عشان الزمالك وعمل كتير ناس الزمالك، وعمره ما عمل مشكله وعمره ما اتكلم. فعبد الشافي احنا اللي بنشكرك انك كنت موجود معانا في اوضه اللبس، كابتن وقائد. وحتى لو الناس ما تعرفش انت بتعمل ايه بره، بس احنا كلعيبه وفي الاوضه عارفين انت قد ايه كنت مهم بالنسبه لنا. واوضه نادي الزمالك هتفقد كتير قوي 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 اللي انت مش هتبقى موجود فيها. واحد تاني عايز اتكلم عليه برضه حمزه المسلوسي. حمزه المسلوسي من ساعه اول يوم ليه في نادي الزمالك لحد اخر يوم ليه في نادي الزمالك بيشتغل، بس عمره ما عمل مشكله، عمره ما اتكلم. هو فعلا كابتن من كباتن الفرقه. حسينا ان هو واحد مننا من ساعه ما دخل. جمهور الزمالك دايما بيقدر الناس اللي بتخلص واللي بتموت نفسها. ممكن تبقى بدايه حمزه مش كويسه مع الزمالك لان هو كان جاي بعد فتره راحه كبيره، بس شفت القدر بعد وقت قصير حمزه بقى عند جمهور الزمالك عامل ازاي. حابب اشكره وبقول له زي ما قلت على عبد الشافي اللي الاوضه هتخسر كتير، برضه حمزه المسلوسي الاوضه هتخسر كتير لان هو مش هيبقى موجود. بشكر رابطه الامارات. الحمد لله عبد الشافي حمزه موجود في الامارات، ورابطه الامارات هتعمل له حفله. على طول دايما بنقول ان احنا جمهور نادي الزمالك جمهور عظيم، وده مش كلام، احنا فعلا بنقدر الناس اللي بتخلص لتيشيرت نادي الزمالك. وحمزه واحد من الناس اللي هي تستاهل الحفله اللي